هلا متابعيني، شلونكم؟ شخباركم؟ عساكم بخير وانتم تشاهدون فيديو اليوم، ورجعت لكم بفيديو جديد. بس قبل ما نبدأ نشاهد الفيديو نصلي على الحبيب. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تنسوا اللايك والاشتراك فضلا وليس أمرا. وفيديونا اليوم طريقة عيش المصري حسب التسميات، عيش المصري أو خبز البطبوط. بس ما شاركتكم طريقة العجينة، لأن طريقة العجينة يعني فيديو كامل نزلته لكم سابقا، وإذا تحبون طريقتها كامل ارجعوا بالفيديوهات لي ورا وشوفون إن شاء الله الطريقة كاملة ومفصلة. هنا بديت وياكم من أخبز بيه هنا بهاي الطريقة مثل ما واضح لكم بالفيديو. هنا ظلوا تحركون بيه بهاي الطريقة إلا ما ينفخ عندكم، تنفصل طبقة عن طبقة، يصير مثل الصمونة أو عيش المصري يعني حسب التسميات. وإن شاء الله طريقة سهلة وبسيطة. يعني بهاي الحركة تظلون دايسين عليه إلا ما تنفخ بالكامل. واعذرونا ذاكو أصوات بالفيديو، لأن قاعدة بالحديقة ويسجل لكم الفيديو صوت العصافير، فاعذروني حبايبي إذا اكو صوت إزعاج. وهنا بهاي الطريقة تفتحون. أنا يعني شاركتكم فيديوهات قصيرة أو مقاطع قصيرة من بالشبكة افتحها، لأن فيديو كامل نزلت لكم طريقة خبز العيش أو خبز البطبوط عيش المصري مثل ما واضح لكم بالفيديو. هنا تفتحونه بالعفو بالشوبك بهاي الطريقة. رشة طحين، لا تكثرون عليه الطحين، وبالشوبك تفتحونه، لا تسوونه خفيف ولا ثخين مثل ما واضح لكم بالفيديو بهاي الطريقة. إن شاء الله سهلة وبسيطة وتجربونها، والله يعني تنفعكم يعني بأكلات يعني شو أوصفلكم يعني مثل اليوم احنا يعني سوينا للغدا ما شاء الله كلش سهل وبسيط. بدل ما تروحين تجيبين صمون أو خبز ما شاء الله طعمه خيالي. وهم راح أرد لكم طريقة العجينة إذا تحبون. هنا طحين حصة، ما كان متوفر عندي طحين الأبيض أو طحين الصفر. طحين حصة وخمرة، خاشوقتين خمرة وخاشوقتين شكر وملح، لا تكثرون الملح على مود حتى يختمر. نص خاشوقة ملح ورابة أو لبن حسب التسميات، احنا نقولها لبن، وبقية المحافظات أو الدول يسمونه رابة. خليت 3 خواشيق لبن وعجنتهم بالعجانة، أو تحبين بيدش تعجنين، بس عجني يعني عجنة زينة، لازم تظلين تعجنين بيه إلا ما يقوم ما يلزق على إيدك. هاي طريقة العجينة مالته، وأنا منزلة فيديو مسبقا، وإذا تحبون هم روحوا للفيديوهات لي ورا وتلقون الطريقة كاملة. وإذا رحتوا على الفيديو لا تنسون يعني اللايك وتعليق منكم الحلوة. بهاي الطريقة ظلوا تحركون بيها يعني إلا ما تبدي تنفخ عندكم. هاي الطريقة تظلون تقلبون بيها إلا ما، وتظلون بالسباتولا تحركون بيها وتدوسونها من هنا ومن هنا تنفخ عندكم بالكامل. يعني تفيدكم بأكلات يعني تنفعكم أحسن من الصمون، أو إذا مثل واحد شوي يغير هم عنا الخبز، فكلش طعمه طيب. أنصحكم تجربونه متابعيني. هنا درجة الحرارة مالت الهيتر أو الليزر الكهربائي حسب التسميات، لا تخلون درجته قوية، يعني وسط، حتى لا يشتعل عندكم وما تنفخ عندكم الخبزاية أو عيش المصري. بهيجي طريقة لما تبدي تنفخ عندكم. والله أنصحكم تجربونها، ما شاء الله كلش طيبة. يعني مثل تسوي اللفات فلافل أو قاص مال دجاج، شاورما، يعني والله تنفعكم بأكلات كلش. فأنا يعني حسب الرغبة، يعني أنا كلش يعني يعجبني. يعني كل فترة وفترة أسوي شاركتكم يمكن فيديو من عدا هذا، لو فيديو وهذا فيديو ثاني قلت هم أشارك المتابعيني. أهم شي غير لهم بالفيديوهات هم أنا
يستفادون من هاي المعلومات أو هاي الفكرة. هنا هاي العجين يعني الظل أقطعه يرتاح، وافتحوا بالشبك على يعني وصلة المطبخ أو خاول المطبخ، تخلونه تقطونه بهاي الطريقة. أنا منزلة فيديو كامل، إذا تحبون روحوا للفيديو كامل. بعد ما يختمر يعني تقطعونه يرتاح، ترجعون تفتحونه بالشبك وتخلونه على خاول المطبخ أو وصلة مالت المطبخ النظيفة، تخلونه فد يعني 10 دقايق ربع ساعة يرتاحون، تبدون تخبزون بيهم. وما شاء الله مثل ما وضح لكم بالفيديو شلون ينفخ، كلش حلو وسهل وبسيط، والطعم والله كلش طيب يعني يصير. هنا من تستوي يعني الخبزاية أو العيش، تغطونها هم بخاول المطبخ حتى يعني تصير طرية وحرارة تظل يعني دافية يعني ما تبرد. بهاي الطريقة أنا شوية طولت لكم الفيديو حتى تشوفون الفكرة يعني شلون أكثر من خبزاية عدتها عليكم، أو حتى تشوفون شلون إذا ما نجحت أول وحدة تنجح إن شاء الله ثاني وحدة. وهنا هاي التتبيلة مالت صدر الدجاج هم نزلت لكم فيديو قبل هذا الفيديو، العفو اعذروني إذا أسحق، لأن كل ساعة أمسح وأرجع أمنتج من جديد، فشوية اعذروني حبايبي، مستعجلة أمنتج الفيديو حتى أروح أخبز عجيني مختمر، فاعذروني. هنا هذا صدر الدجاج يعني التتبيلة مالته هم منزلت لكم الفيديو سابقا، إذا تحبون هم ارجعوا للفيديو وشوفوا شلون التتبيلة مالته. وانصحكم تجربونها تتبيلة هاي الشاورما كلش طيبة كلش، يعني طعمها خيالي يصير، فأنصحكم يعني تسوون هاي التتبيلة. وكل شي يعني متوفر من البيت، يعني ما تقولين يعني ما متوفر أو ما عندي هاي الشغلات، كله من داخل البيت يعني ما يكلفك، بس تجيبين صدر الدجاج وسوينا إن شاء الله بهاي الطريقة. وإذا جربتيها اكتبي لي بالتعليقات شنو رايك بهاي التتبيلة مالت صدر الدجاج أو الشاورما. وهنا خليت صدر الدجاج على الطباخ مثل ما واضح لكم بالفيديو، بدأ ينقلي. وهنا هم قليت بطاطا، بنات البطاطا أنا ما أقشرها، يعني تعجبني بقشرها، أحسها يعني طعمها أطيب يصير، فحسب الرغبة يعني أنا أحب يعني قشر البطاطا يعني يظل بيها، أحس ما يظل بيها يعني طعم من تقشرونها، فكل من هو ورغبته. أنا رغبتي أخلل قشر البطاطا، أغسلها غسلة يعني زينة البطاطا وأقليها، والله طعمها يصير كلش طيب. وهذا كان غدانا، سهلنا وسهمكم ألف عافية، كله خير وبركة من رب العالمين، الحمد لله على النعمة. يعني سويت سلطة ناعمة والبطاطا اللي قليتها وكاتشب، وهذا عيش المصري، وألف عافية. وتمنيتكم وياي متابعيني. وهاي كمية العيش المصري مثل ما وضحتكم بالفيديو، سويت كمية ما شاء الله يعني خير وبركة يا بنات. يعني أنا سويت هنا كمية مال يعني نقول غدا وعشاء، فسويت كمية يعني يجي كيلو وان طحين. وهنا مثل ما وضحتكم بالفيديو ما شاء الله عيش المصري يعني شلون يعني كلش طري، شوفوا شلون يعني طرية. وسهمنا وسهمكم ألف عافية بنات. وإذا وصلتوا لحد هنا بالفيديو أتمنى ما تنسوا اللايك والاشتراك فضلا وليس أمرا، وإذا شفتي قناتي بالصدفة تشتركين بيها حتى كل ما أنزل فيديو جديد يجيك إشعار من عندي. ومع السلامة إن شاء الله أشوفكم بفيديو قادم يا أحلى متابعين.